عمرك عملت الزلابية وطلعت تقيلة منك او مش مقرمشة؟ الفيديو ده النهاردة هيحللك كل المشاكل دي. النهاردة هنعمل الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة وتطلع مقرمشة زي المحلات بالظبط. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب، ورمضان ما يكملش من غير زلابية. لازم نعمل الزلابية في البيت كده بطريقة سهلة وبسيطة، وهنعملها بمقادير مظبوطة وهتطلع ناجحة معاكي من اول مرة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية علشان تشوفوا كل التفاصيل والتكات بتاعتنا. وانا متأكدة لو جربتيها بالطريقة دي هتطلع ناجحة معاكي من اول مرة، ومش هتشتريها من بره تاني، لاني بقولك على المقادير بالكوباية وبالجرام، وبسيبها لك كمان مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو علشان تطلع عليها لما تيجي تجربي الوصفة. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده. شايفين الزلابية عاملة ازاي؟ مقرمشة من بره واخدة طبقة كده ما شاء الله عليها جميلة جدا، وفي نفس الوقت طرية من جوه وشاربة الشربات، حاجة كده فاخر من الاخر. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. بس ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. اول حاجة معايا هنا نص كوباية من المية، ضفت معاها معلقة كبيرة من الخميرة الفورية حوالي كده 10 جرام، ومعلقة صغيرة من السكر، هندوبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده معايا هنا نص كيلو من الدقيق، شايله منهم كده حوالي 3 معالق كبار. هقول لكم على المقادير بالجرام في صندوق الوصف تحت الفيديو. ضفت معاه ظرف من الفانيليا، ومعلقتين كبار من بودره الكاسترد او النشا المتوفر عندك، ومعلقتين كبار من اللبن البودره، و3 معالق كبار من دقيق السميد او دقيق السمولينا اللي احنا بنعمل منه البسبوسه، اللي بنشتريه كده خام من عند العطار. وهنضيف رشة الملح اللي هي السنة بتاعتنا. طبعا اللبن البودرة ده اختياري، لو مش موجود عندك خلاص مفيش اي مشكلة، لكن بصراحة دي السميد والنشا او الكاستر بينقلوا كده الزلابية في حتة تانية خالص، بيخلوها مقرمشة معاكي، حتى لو قعدت يومين 3 بتفضل مقرمشة معاكي. بعد كده هنضيف بقى الخميرة اللي احنا دوبناها في الاول، ومعايا هنا حوالي كده كوباية ونص كمان من المية. هنضيفهم بالتدريج واحدة واحدة واحنا بنلم العجينة، مش هنستخدم ايدينا خالص في العجينة، باي معلقة كده او باي مضرب يدوي، وابدأي لم العجينة بتاعتك. اهم حاجة نضيف المية بالتدريج واحدة واحدة، حتى لو انت عارفة مقدار المية لازم تضيفيها بالتدريج، لان طبعا اوقات نوع الدقيق يختلف معاكي، اوقات برضو كمية دقيق السميد او النشا اللي احنا ضفناها هيأثر معاكي، فلازم تضيفي المية بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده. انا بضيف نقطة نقطة وانا بلم العجينة بتاعتي، لان عجينة الزلابية الصح بيفصلها كده شعرة بسيطة من المية، يعني حاجة بسيطة جدا من المية، علشان ما تطلعش معاكي اشكال فضائية زي ما بتقولوا كده. فلازم نظبط مقدار المية بالظبط للعجينة. بنفضل بقى نضيف المية بالتدريج واحدة واحدة كده واحنا بنلم العجينة بالمضرب او باي معلقة عندنا. اهم حاجة نضرب العجينة كويس جدا كده. شايفين انا بضربها او يعني ايه بخبطها بالشكل ده علشان نربي عرق للعجينة بتاعتنا، والقوام بتاعها هيكون مظبوط. ولو هتستخدمي ايديكي طبعا هتستخدمي ايديكي زي ما تكوني بتعملي العيش الطري كده، او العيش اللي هو البلدي اللي بتكون العجينة بتاعته سايبة برضو شوية كده بالشكل ده. شايفين انا بفضل اضرب العجينة او الف العجينة بالشكل ده وانا بضيف نقطة نقطة من المية، وهوريكم دلوقتي القوام المظبوط للعجينة. انا مرضتش افصل المقطع ده بتاع العجين علشان تشوفوا القوام المظبوط اللي احنا هنوصله للعجينة. شايفين هنا حسيتها لسه تقيلة شوية كده على المضرب، فاضيف لها كمان حوالي معلقتين كده من المية، وهضربها برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما توصل معايا للقوام اللي انا هوريهولك دلوقتي. شايفين كده خلاص انا حسيتها كده مظبوطة، وبتنزل بسهولة كده من على المضرب، ما هيش تقيلة قوي على المضرب. وهجيب كمان معلقة كده او سباتيولا عشان نلم الجوانب كده، عشان ما تبقاش ناشفة على الطبق بعد كده لما نسيبها تخمر. وهوريكم ازاي برضو تختبروها. شايفين وانت كده بتلف العجينة او بتقلبي العجينة بتلاقيها بتنزل بكل سهولة من على السباتيولا بتاعتك. شايفين؟ فاهمين قصدي؟ انا اقصد يعني مش بتفضل فترة طويلة على المعلقة او الاسباتيولا، كمان وانت بتلميها كده من الطبق بتلاقيها اتمسحت خالص من على الطبق، مفيش كتل تقيلة او ما هي سايبة قوي بزيادة بتلزق في الطبق قوي او بتلزق في المعلقة قوي. هو ده القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. لو حسيتيها تقيلة شوية هتضيفي شوية من المية، لو حسيتيها خفت معاكي هتضيفي شوية من الدقيق.
بعد كده بغطي العجينة بتاعتي واسيبها تخمر كده حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، على حسب الجو عندك وعلى حسب بقى الصيف غير الشتاء. بعد ما خمرت معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنهبط الخمر بتاعها وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. انا هنا بقلبها كده بالمضرب شوية، حبيت اوريكم الشكل بتاعها بعد التخمير. وكمان عايزين نهبط الخمر بتاعها عشان وقت التسوية او واحنا بنقليها في الزيت ما تكونش عاملة فقاعات هوا كده كتيرة حوالين الزلابية، ويطلع شكلها كده مظبوط ومدورة بالظبط كده. انا هلمها بقى كده تاني من الطبق. وطبعا واحنا بنشكلها او واحنا بنسويها بنغطي الطبق باي كيس كده علشان ما يعملش طبقة من القشرة كده على وش العجين. وهنا انا بوريكم الادوات اللي ممكن تستخدميها في تقطيع الزلابية، يا اما الكيس الحلواني ده بالقمع اللي هو المدور ده، او معلقة صغيرة اللي هي المعلقة المعيارية، او معلقة الشاي عادي خالص. انا هستخدم بقى الكيس الحلواني علشان كده بيسهل عليا التشكيل شوية. وكمان لو استخدمت المعلقة المعيارية او معلقة الشاي فهضطر ان انا امسك العجينة في ايدي، فالتصوير معايا هيكون صعب شوية. فحبيت ان انا استخدم الكيس الحلواني كده على طول علشان ايدي تكون نظيفة واعرف ان انا اصور باقي الفيديو. لكن انت في البيت مفيش اي مشكلة خالص، هتمسكي العجينة بالطريقة العادية اللي احنا عارفينها بقى. بتمسكي العجينة كده بايد وتضغطي عليها وتبدأي تاخدي حتة صغيرة كده بالمعلقة المعيارية او بمعلقة الشاي. اهم حاجة تمسحيها مسحة من الزيت الاول وتحطي في الطاسة على طول بطريقة امهاتنا بتاعت زمان. تعالوا بقى نشوف التسوية بتاعتنا. بنحط الزيت يسخن كويس جدا الاول، وبعد كده بنمسح المقص بشوية من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، وببدأ بقى اقطع الزلابية في قلب الزيت على طول وهو سخن. كل ما الزيت كان سخن بتحسيها كده بتلف معاكي على طول وبتدور معاكي بالشكل ده. لكن لو الزيت بارد هتلاقيها كده بتاخد شكل مش مظبوط شوية او مش مدور شوية، لحد ما تملي الطاسة بتاعتك كده وبتبدأي ترجيها الاول. يعني بتهز الطاسة بس كده من غير ما تقلبي باي حاجة. بعد كده لما بتلاقيها كلها اتشمعت كده او ما عادش فيها عجين، بتبدأي تستخدمي بقى المعلقة بتاعتك او المقصوصة وتقلبي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا حاطه الطاسه بتاعتي على العين المتوسطه في البوتاجاز ومشغله النار عادي، يعني مش مهدياها ولا اي حاجه. اهم حاجه ايدك في الزلابيه كده على طول وبتقلبيها على طول علشان تاخد لون موحد من كل جنب. وعايزه اقول لكم كمان ان الزيت اللي انا مستخدماه النهارده هو نفس الزيت اللي انا استخدمته في بلح الشام. يعني انا لما بستخدم زيت لبلح الشام او للزلابيه او الاصابع زينب او الحاجات دي، طبعا الكميه بتكون كتيره فحرام ان احنا نرميها او حرام ان احنا نستغنى عنها. فانا بشيلهم في برطمان كده وبحتفظ بيهم لحد ما اجي اعمل حاجة تانية بنفس الطريقة، او هتكون برضو محتاجة ان انا احمرها في الزيت. قلت اقول لكم على النقطة دي لان طبعا بنستخدم كمية زيت كبيرة واحنا دلوقتي في رمضان، فمحتاجين ان احنا نعمل حلويات كتير، فحرام ان احنا نستغنى عن الزيت ده. فاعملي له اعادة تدوير كده هيكون كويس جدا، مفيش منه اي مشكلة. اهم حاجة تصفيه قبل ما تشيليه. تعالوا بقى نشوف النقطة اللي بعد كده. انا هنا طبعا لما بطلع الزلابية بطلعها نص سوا، يعني بطلعها ما تاخدش لون خالص، يا دوب كده اتشمعت واستوت ما عادتش عجين. خلاص بشيلها وبطلعها كده على مصفى. في الوقت اللي انا بطلع فيه الزلابية بهدي النار كده شوية علشان الزيت ما يسخنش معايا بزيادة، ولما اجي اقطع بعد كده ما تتحرقش معايا او ما تاخدش لون معايا بزيادة وهي لسه ما استوتش. بعد ما بخلص تقطيع واملى الطاسه بتاعتي ببدا اعلي النار تاني، مفيش اي مشكله، لان هبدا بقى اقلب الزلابيه وايدي هتكون فيها على طول. نقطه كمان مهمه ان العجينه اللي انت هتحطيها في كيس الحلواني تكون على قد الطاسه بس، يعني ما تحطيش في الكيس عجينه وتركنيها للتقطيع اللي بعد كده او للمره اللي بعد كده، علشان الخميره ما تشتغلش في العجينه، والعجينه بعد كده وقت التسويه يكون فيها فقاعات هواء كبيره. وطبعا كل ما بتيجي تملي الكيس الحلواني بتاعك بتقلبي العجينة او بتضربيها كده بالسباتيولا بتاعتك قبل ما بتحطي في الكيس الحلواني علشان تخرجي اي فقاعات هواء في العجين. وطبعا العجينة بتنزل سلسة معانا، مش بنضغط على الكيس ولا اي حاجة، هي بتنزل على طول وبتقطعي الحجم بقى اللي انت عايزاه. وهنا العجينة بتاعتنا زي ما انتم شايفين متماسكة شوية، فما بتعملش اشكال فضائية معانا. شايفين كل الكمية ما شاء الله كلها مدورة وشكلها حلو خالص. احنا بنعمل خطوة بقى ايه اللي احنا بنطلعها نص سوا دي ليه؟ علشان لما نيجي نحمرها بعد كده وننزلها الشربات تكون مقرمشة معانا ومحتفظة بشكلها معانا، ما تكونش كده عاملة زي العجين وطرية خالص.
فبنطلعها نص سوا كده. ولو عايزة تحفظي منها كمية بالشكل ده او في الخطوة دي مفيش منها مشكلة خالص، ممكن تحفظيها كده في الفريزر وبعد كده تطلعيها وتحمريها وتسقيها الشربات بعد كده. تعالوا بقى نتكلم عن الشربات كده في السريع. انا ما عملتوش معاكم في الفيديو عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده، وكمان انا عامله منه كميه شايلها في التلاجة بتنفعني طول رمضان. شربات الزلابيه بيكون تقيل وبارد. تقيل معناه ان كميه السكر ضعف كميه الميه، فانا هنا مستخدمه كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه ومعلقه عسل نحل او معلقه عسل جلوكوز، او ممكن تستغني عن الخطوه دي نهائي، مع نص ليمونه وظرف فانيليا. بتدوبيهم كده حاجه بسيطه وترفعوهم على نار متوسطه لحد ما يبدأ يغلي معاكي، وبعد كده بتخلي النار اهدى شوية وتسيبيه حوالي 10 دقايق. بعد كده بتطفي عليه وتسيبيه يبرد تماما، وياريت تعمليه من قبلها بليلة او قبلها بيوم، بيكون تقيل معاكي وبيكون جميل جدا. تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده. بعد ما بنسيب الزلابية تهدى كده وترتاح شوية، وزي ما قلتلك لو انت حابة تحفظيها او تعملي كمية منها وتحفظيها وهي لسه كده نية مفيش اي مشكلة منها خالص. بعد كده بنبدأ نشغل الطاسة بتاعتنا تاني، وبنخلي النار بتاعتنا عالية عادي مفيش اي مشكلة خالص، وبنبدأ ننزل بقى كمية كتيرة شوية، يعني نملى الطاسة بتاعتنا. اهم حاجة ايدنا فيها على طول ونقلبها زي ما انت شفت كده علشان الزلابية تاخد لون موحد من كل جنب. بعد كده بنطلعها في الشربات على طول، مش بنطلعها بقى على مصفى خلاص، لا بنطلعها في الشربات التقيل البارد. شايفين هنا انا بملى الطاسة ازاي، مش بحط شوية صغيرين زي ما كنت بقطع لسه العجينة في الاول، لان هي خلاص محتفظة بشكلها واخدت شكلها خلاص. احنا بنحط الكمية اللي احنا عايزينها، اهم حاجة نفضل نقلبها كده على طول زي ما انتم شايفين كده عشان تاخد لون موحد، ما يكونش فيه جنب منها لونه ابيض كده وجنب اتحمر معانا. شايفين ما شاء الله، شايفين الجمال. انا عايزة اقولك لو جربتيها بالطريقة دي مش هتشتريها من بره تاني، هتطلع جميلة جدا وكمان سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت خالص، والطريقة دي ناجحة من اول مرة ان شاء الله. انا هنا بقى بعد ما طلعت شوية كده من الزلابية حطيتهم في الشربات، بسيبهم في الشربات شوية وفي شوية تانيين في الطاسة. على ما اللي في الطاسة خلاص قربوا يتحمروا وهنخرجهم معانا، بنبدأ نطلع اللي في الشربات عشان نطلع اللي في الزيت على الشربات تاني على طول. شايفين الجمال ما شاء الله. ببدأ انزل بقى الكمية كلها، يعني هتاخد معاكي كده على 3 مرات ولا حاجة على حسب بقى الزيت بتاعك والطاسة بتاعتك. اهم حاجة بنقلبها في الشربات شوية، نسيبها كده تشرب من الشربات علشان الشربات يدخل في قلبها من جوه وتكون كده شاربة معانا شربات ما شاء الله بتكون جميلة جدا. كمان الزلابية بنطلعها بمصفى كده من الشربات وبنحطها برضو على مصفى علشان تصفي الشربات الزيادة. شايفين بالشكل ده. عايزة اقول لكم مقرمشة جدا وطعمها خطير، وهسمعكم كمان صوت القرمشة بتاعتها دلوقتي، اسمعوا كده معايا. سمعتوا بقى صوت القرمشة بتاعتها ما شاء الله عليها جميلة جدا، بتفضل مقرمشة معاكي كده وقت طويل، وفي نفس الوقت من جوه كده طرية وشاربة الشربات، حاجة كده فاخر من الاخر. معلقتين النشا ومعلقتين دي السميد اللي احنا بنضيفهم هما اللي بيدوها القرمشة دي وبيدوها برضو طعم جميل جدا. شفتوا انا بضغط عليها عشان افتحها، من بره مقرمشة كده ناشفة معانا، فتحس كده ان انت بتضغطي عليها جامد على ما تتفتح معاكي، ومن جوه طرية جدا وجميلة جدا. شايفين الجمال ما شاء الله. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى انه يكون عجبكم واتمنى ان انتوا تجربوه، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير وتسيبولي تعليق صغير كده تحت الفيديو لانه بيفرحني وبيشجعني جدا. وانتظروني في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.